فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. المنتخب التنزاني تأهل في المنظار طويلة بعيدة جابت تونكتي يحاول يمشي كرة بالراس ترجع دفاع يضغط الماجبري منطقة الجزاء الماجبري والتسديدة كان ممكن يحل على اليمين العاشوري وحده مش الميدان ياخذ الكرة منتخب تنزانيا خطيرة تسديدة والحارس يتوسع الجولدن بوي الماجبري على القائم الثاني هي بالراس من عادين عودة معاه تمشي كرة خطيرة اسماعيل يحط الكرة والجول مش ممكن على القائم فسوء حظ رافقت كرة الغرب الأخيرة ممتاز منتخب تونس في خطأ لإسماعيل الغربي حقيقة نبني على جيل فيه كاليتي فيه كونتراتاك يرجع العابد مش حياله العابدي التنزاني يهرب شوف القوة البدنية خطيرة العرضية ماجبري ممتاز وفي خطأ المستوري حازم المستوري يدخل منطقة الجزاء شكون يطلب كورة يهرب العاشوري يدخل ياس العاشوري حط الكورة مستوري يرجع بالكورة ممتازة اسماعيل عودة له بعيدة من الغربي محاولة من اسماعيل الغربي لاعب صاحب امكانيات كبيرة جدا 20 سنة كان ممكن يلقى حلول جماعية ولكن اي لاعب في هذا المكان يطمع فيها خاصة انه يكدر مليح ويشوط مليح حاول يعودها الكرة الثانية لمنتخب تنزانيا عرضية منها الان الغربي يلعب كرة لا مش ممكن ادخل ملاعبي الغربي ملاعبي عنده كاليتي كبيرة برشا مش اي لاعب يفكر انه يشوط هذه على طول الرؤية دين يتعدى وخطيرة رد بالك طاح له الطالب لكن يغطي ترجع كرة طويلة وسهلة للحارس دحمان تجلى في الكرة الثابتة كرة خطيرة بالراس على القائم الثاني ايضا ضد نيجيريا كرة ثابتة صنعت الفارق الكرة الثانية يمشي عاشوري لكن المدافع قبل هل فيها إعاقة في الانتظار هناك مرتدة لازم العودة السريعة كرة خطيرة للحارس يخرج دحمان بصعوبة كونكتي حط الكرة السخيري هل يتدخل الفار تعادلوا 4 وخسروا 7 ويمشي ضربة جزاء كنا نشوفه في المباشر تاع الإخراج التلفزيوني الزاوية أوضح هذه هي جاء جون جاك اندلا يمشي لك النقطة جون جاك اندلا اسماعيل الغربي اسماعيل وضربة جزاء على الحارس ماسالانجا اسماعيل يا رب يا الله يمشي الكورة يحط جول 1-0 اسماعيل الغربي جول 1-0 للمنتخب الوطني التونسي هنا طريق الصدارة وطريق الجدارة وطريق كاسة لمواجهة نسور مالي 1-0 تونس الهدف الأول المنتخب التونسي عن طريق اسماعيل الغربي 1-0 تونس الحارس علي تاريخ البطولة عادي يدخل ضد مالي عدين اليوم والكرة تمشي والتسديدة تأتي والكرة برا والحكم يصفر 47 دقيقة في مباراة الرباط النسور تطير هنا على صفاح الكليمنجارو 1-0 الكنترول الآن عاشور يعدي به لا حتى بدني تغير في الدور الثاني لكن ما زلنا ما وصلناش والتسديدة الحارس وهدف التعادل بالفعل ما زلنا ما وصلناش سيناريو مبكر جدا لهدف سالوم هدف التعادل للمنتخب التنزاني مرة أخرى نقبل أهداف جاموندي يرجع من بعيد وتنزانيا يعود الأمام قذيفة من المنتخب التنزاني على يمين الحارس دحمان إن شاء الله يخرج بسرعة من فترة الشك من دحمان لأنه عاون برشا المنتخب التونسي في التصفيات تصديات الكرة لسيباستيان تونكتي عرضية وكرة في الدفاع والحارس يتصدى الحارس التنزاني حارس ماسالانجا
يمشي الماستوري، يضغط الماستوري، فما مسك، فما خطا المنتخب التونسي. نعم جون جاك ندالا يشوف كل شيء. ما فهمتش انا كرة ستعود للمنتخب. يعرف فيها حنبال المجبري، مجبري كرة خطيرة للمنتخب. يا ربي اللاعب التنزاني خطيرة، ملعوبة العرضية، كرة خطيرة المنتخب التنزاني. تلعب الكرة عرضية خطيرة وفرصة للهدف الثاني. كانت كرة المباراة لتنزانيا. كرة خطيرة جدا والكرة توصل على حدود منطقة الجزاء. هو التماس يمشي كرة منتخب التونسي وبعيد الكرة من الجزيري. سيعة خطيرة لسليتي، يتصرف سليتي ولكن في خطأ. فاجل 6 زود ضربات جزاء. يوزع الكرة العابدي، بعيد الكرة سليتي، هو الدفاع موجود والخطأ موجود. خطأ ضد نعيم. امام نعيم سليتي، هو الكرة برا، تماس، ترجع كرة خطيرة العرضية، مشكلة تونسية بالراس ومرت السلامات. مرت السلامات كرة ال 25 منوكا ويشك. تمشي كرة فاليري خطيرة والفرصة للمنتخب التونسي والحارس يتسلل. أخطر حاجة في الرياضة هو وقتها يدخل الشك في المجموعة. فماش تسلل لكن فما حارس. يان فاليري مش قاعد يعاون برشا هجوميا. سليتي ممتاز، سليتي يهرب سليتي والركنين. المجبري، المجبري يمشي خطيرة فرصة ودي فالبي يطلع كرة عن طريق الجناح والسبع صوبة يذكر خطيرة يخرج دحمان. كرة من دحمان. فين من هدف ثاني تنزاني يحبوا يشدوا الكرة بعيدة قتلوا بها